رباعيات الاهلي تنطلق من جديد. النادي الاهلي يفوز على الداخليه 4-1 في مباراه تسيدها النادي الاهلي بشكل كامل. عزيزي المشجع، احصائيات النادي الاهلي 69 استحواذ و31 هجمه و11 كورنر، يعني مفيش داخليه اصلا جت. ماذا حدث للنادي الاهلي بعد اسبوع الراحه اللي الزمالك انسحب فيه من المباراه وادى راحه فري للنادي الاهلي؟ هنقول لك على كل التفاصيل وهنقول لك على اهم التكتيكات اللي خلت الاهلي عالي العال. بس لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا لينا. ودلوقتي هنقول لك على اهم التحليلات، فيلا بينا يلا بينا. رباعيات كولر تبدا من جديد والاهلي عال العال. حلاوه ايه، قطايف ايه، جمال ايه. النادي الاهلي لو خد بقى فتره راحه زي اللعيبه الاوروبيه وعمل موسم اعداد وعمل شغل عالي، صدقني هتشوف النادي الاهلي بلعبته في حته تانيه خالص. ولكن ايه السر اللي خلى النادي الاهلي يتغير 180 درجه ونرجع نشوف الثلاثيات والرباعيات والاداء والشغل العالي؟ تعال اقول لك على كل التفاصيل والنقط المهمه اللي ازاي الاهلي بيقدر يكسب بيها اي مباراه. بص يا معلم، اول حاجه هي فكره استرجاع الكوره. النادي الاهلي بيضغط ضغط قوي جدا من قدام، بيضغط بست وسبع لعيبه من قدام، فبالتالي بيحرم المنافس ان هو يطلع بالكوره بطريقه سهله. الحاجه القويه بقى اللي النادي الاهلي عملها هي الوينجات ونص الملعب والباكات، بيعمل فيهم تحركات عاليه قوي قوي قوي. تعال اشرحها. بص يا معلم، النادي الاهلي لما بيكون معاه الكوره في نص الملعب، مثلا مروان عطيه بيطلع الباك اليمين او الباك الشمال، سواء كريم فؤاد او محمد هاني، بيطلعوا ويفتحوا الملعب جامد. في الوقت ده بيروح داخل الوينجين شويه للصندوق وبيزودوا المهاجمين، بدل ما يبقى مهاجم واحد وسام ابو علي، لا بتلاقي اتنين وتلاته على طول، عشان نص الملعب ما يفضاش. يروح نازل اتنين نص الملعب اللي هم امام عاشور وعمرو السوليه، يروحوا نازلين مزودين نص الملعب والجنبين. لو الكره مثلا ناحيه اليمين، بيروح داخل امام عاشور مزود الجبهه ويامن عمرو السوليه، ووراهم على طول مروان عطيه واتنين مدافعين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. وبكده الاهلي بيكون بيهاجم بسبع لعيبه، فمضطر ان الفريق اللي قصاده يدافع بثمان لعيبه. بيبقى عندك اتنين لعيبه بس انت اللي بتهاجم بيهم، وبيبقى عليهم ثلاثه لعيبه اللي هو مروان عطيه ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. فطبعا هنا بتكون الفكره صعبه جدا ان انت تخرج بالكوره اصلا، مش ان انت توصل للمهاجمين. ولو الكوره وصلت للمهاجمين فبيكون 1 على 2 او 2 على 3، ودي اقل حاجه. طبعا كولر قدر يوصل لخطه جهنميه بان هو ازاي يعالج الدفاع، وخير وسيله للدفاع هي الهجوم، وده اللي عمله كولر. كولر بدا ينفذ الضغط الامامي، يضغط بسبع 8 لعيبه، فطبعا ما بيخليش الكوره توصل للمهاجمين بتوع الفريق المنافس، فبالتالي ما بيجيش عليك هجمات. وزي ما احنا شفنا النهارده، متهيألي كورتين اللي جم في الماتش كله على النادي الاهلي، واحده جت جول وواحده طلعت جول. غير كده تقريبا نادي الداخليه ما حضرش اطلاقا، كورنرين كلام فاضي. يعني النادي الاهلي متسيد المباراه بشكل كامل، ودي التشكيله القويه جدا اللي وصل لها كولر عشان يقدر يعالج بيها اخطاء الدفاعيه للنادي الاهلي. الاهلي بقى وهو معاه الكوره بيعمل حاجه جامده جدا جدا. مثلا لو الكوره ناحيه الشمال، فناحيه الشمال بيكون معاك كريم فؤاد، وبينزل عبد القادر وامام عاشور او عمرو السوليه، بيميل عليهم شويه وسام ابو علي، فبتلاقي نفسك مجمع اللعب كله ناحيه الشمال، وفجاه تلاقي لعيب مغير الكوره من ناحيه الشمال لناحيه اليمين للي بيجي فاضي خالص. لان النادي الاهلي ساعتها بيكون بيهاجم من ناحيه اليمين باتنين. محمد هاني بيسيب الظهير الايمن وبيخش كوينج، وحسين الشحات بيخش يخطف عين المدافع ويخش كمهاجم تاني. ولو جينا بصينا على معظم الاجوان اللي جابها النادي الاهلي، هتلاقي ان دايما النادي الاهلي بيروح 2 على 1. يعني بص على كره امام عاشور وهو بيشوط، عمرو السوليه كان فاضي، يعني كان عنده اكتر من حل. وفي اكتر من كره في الماتش ده بتلاقي الوينج داخل لجوه والباك فاضي خالص، وتغييرات كتيره قوي للملعب. بتلاقي كريم فؤاد بيستلم مستريح، وتلاقي محمد هاني بيستلم مستريح. ده لان اللعيبه بتعرف تفضي المساحات كويس جدا، ودي اهم حاجه وصل لها كولر عشان يقدر يعالج بيها الاخطاء الدفاعيه، وفي نفس الوقت يقلل الحمل البدني على اللعيبه عشان ضغط المباريات. فبكده اللعيبه بتطلع مستريح جدا، اللعيبه ما بيكونش عليها ضغط. المهاجم اللي قدامك بيجي وسط 2 ووسط 3، فبتستخلص الكوره بمنتهى السهوله. نقطه بقى مهمه جدا 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 شفتها في المباراه وعجباني قوي 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 قوي، وهي اللامركزيه. اوقات كتير بنشوف الباكات بتخش لنص الملعب وتبقى هي لعيبه نص ملعب، واوقات كتير بنشوف الاجنحه بتخش لنص الملعب وتبقى هي لعيبه نص ملعب، والاجنحه بتطلع وتبقى هي الوينجات. ودي حاجه قويه جدا لان هي بتعمل لا مركزيه، بتخلي المنافس ما يعرفش هو يمسك مين فين وامتى. فكر كده بنشوفه، فكر جوارديولا مع السيتي، فكر انشيلوتي مع ريال مدريد. بنشوف افكار بتتنفذ بطريقه اوروبيه، بجد حاجه ولا اروع. الجون الرابع بيبين لك قد ايه التحركات قويه جدا، هو والجون الثالث بجد
شابوه لمارسيل كولر وشابوه لكل لعيبه النادي الاهلي. احمد عبد القادر سيء الحظ جدا. احمد عبد القادر انا شايف دلوقتي ان هو عنده مشكلتين جامدين جدا. اول حاجه اللياقه البدنيه، بتحس ان هو مش واقف على رجليه كويس. في كور كتير بنشوفها بيبقى هو عايز يعمل حاجه ومش قادر، زي الكوره في نص الملعب اللي جاي يرقص راح واقع لوحده من غير ما حد يلمسه. حاجات كتير قوي. الفينش بتاعه لازم يشتغل على الفينش بتاعه كويس جدا. تعال اقول لك على حاجه، محمد صلاح اول ما طلع وراح لعب في بازل وراح تشيلسي كان الفينش بتاعه سيء جدا، ودي حاجه قالها واشار عليها مورينيو. لكن مع روما محمد صلاح تغير 180 درجه والفينش بتاعه بقى على اعلى مستوى. احمد عبد القادر لازم يشتغل على حته الفينش شويه. احمد عبد القادر النهارده مضيع 3 اجوان اساسيين، يعني مش هنقول فرص محققه، لا ده هو والجون يعني نسبه 100% جول. في النهايه اداء ولا اروع من النادي الاهلي، تكتيك ولا اروع. برافو مارسيل كولر، برافو 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 تغيير اللعيبه، وبرافو تدوير اللعيبه، برافو التكتيكات، برافو التحركات، برافو انه بيقدر يعالج الاخطاء في اقل وقت ممكن وفي اسرع سرعه. في النهايه 3 نقط مهمين جدا للحفاظ على اللقب في المنافسه القويه جدا ما بين الاهلي وبيراميدز. ولكن زي ما بقول لك الدوري هيتحسم السنه دي بالماتشين بتوع الاهلي وبيراميدز، غالبا هم اللي هيخلوا فريق يفرق عن التاني بشكل كبير. وفي النهايه عايزين نقول عوده حميده لمحمد الضوي كريستو. محمد الضوي كريستو بجد لعيب حريف جدا بس ملوش حظ. بيفكرني باللعيب الجزائري امير سعيود اللي كان برضو لعيب عالي قوي 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 قوي، بس للاسف قابله سوء حظ جامد جدا في النادي الاهلي. عشان كده الكوره مش حرفنه بس، الكوره فيها حظوظ بنسبه كبيره جدا. في حظ ممكن يخدمك وفي حظ ممكن يوقعك ويخليك ما تكملش. انا بقى مش عارف اقول ايه عن وسام ابو علي. وسام ابو علي مهاجم بجد، انا ما شفتش المهاجم ده من زمان. مهاجم في الدوري المصري بالقوه دي، مهاجم بيعرف ازاي يتصرف في الكوره، بيعمل اسكان وقبل ما الكوره تجيله يكون عارف هو هيعمل ايه. مهاجم كويس جدا، مهاجم صندوق، مهاجم بتعرف تصنع عليه، مهاجم تعرف تحضر عليه، مهاجم محطه، مهاجم فيه كل الصفات الكويسه جدا، مهاجم عالي قوي 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 قوي. النهارده وسام ابو علي بيعمل كل حاجه في الكوره، وثقته في نفسه وامكانياته وثقته ان هو لعيب قوي جدا خلته يخش يحط ضربه الجزاء بمنتهى السهوله وبفكر مش بالعافيه. وسام ابو علي لو حافظ على نفسه من الاصابات ولعب مباريات كتير مع الاهلي وخد كتير، صدقني هتشوف مهاجم بشكل اوروبي، هتشوف مهاجم عالي قوي 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 في النادي الاهلي. لو جه مهاجم تاني مع وسام ابو علي بنفس الامكانيات ونفس القوه، الاهلي هينتقل لحته تانيه خالص وهيبقى الخط الهجومي بتاعه ضرب نار. في نهايه الحلقه فوز ثمين جدا للنادي الاهلي على الداخليه، اللي الداخليه تقريبا كانت بتبقى رخمه جدا مع النادي الاهلي. ولكن لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك لان رايك مهم جدا لينا. وقول لنا مين هيفوز بالدوري السنه دي. سلام.